حيتان الأوركا بتعتبر من أكتر الكائنات المثيرة للإعجاب في المحيطات، مش عشان بس قوتها المرعبة، بل كمان عشان ذكائها استثنائي وطريقتها في الصيد تعتبر احترافية. واحدة من أكتر الظواهر اللي شدت انتباه العلماء مؤخرا هي إن الأوركا بتستهدف كبد القرش الأبيض الكبير بالذات. بس إزاي الموضوع ده بيتم وليه الأوركا بتركز على الكبد؟ أهلا بيكم في 5 جنان. الأوركا مش مجرد صياد بيهجم على الفريسة بتاعته بعنف وخلاص، هي بتدرس فريستها وبتستخدم تكتيكات معقدة ومنظمة في الهجوم بتاعها. الأوركا عندها مخ كبير ومتنظم جدا، وده بيساعدها على التخطيط لصيدها واستهداف أجزاء معينة من جسم الفريسة. في حالة القروش الكبيرة الأوركا بتستهدف الكبد بالذات، وده سببه الأساسي إن الكبد هو أغنى عضو في جسم القرش بالدهون والطاقة. كبد القرش الأبيض الكبير بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الدهون اللي بتشكل جزء مهم من حيوية القرش وطريقة حركته. الكبد بيمثل حوالي 20 ل 30% من وزن جسم القرش، وده معناه إن الأوركا بتقدر تستخرج كميات ضخمة من الطاقة في وقت قصير من مجهود صيد بسيط نسبيا. الدهون دي مش بس مصدر طاقة سريع، لكنها بتدي للأوركا فرصة إن هي تخزن طاقة كبيرة جدا علشان تستخدمها في رحلات طويلة أو أوقات الصيد اللي بيكون نادر فيها إن هي تلاقي فريسة. الأوركا مش بتهاجم القروش بعشوائية ولا بتاكلها بالكامل زي ما ممكن نتصور. في الحقيقة الأوركا بتتعامل مع القرش بشكل مدروس جدا. لما الأوركا تلاقي قرش أبيض كبير بتبدأ بإنها تستهدف حركته بطريقة معينة. أحيانا بتخلي القرش يقلب على ظهره، وده بيخليه يدخل في حالة من الشلل المؤقت اسمها التنوم الحركي. في الحالة دي القرش بيكون غير قادر على الحركة تماما، وده بيسهل على الأوركا إن هي تسيطر عليه. وبعد ما القرش بيتشل الأوركا بتبدأ المرحلة التانية من الهجوم، اللي هي بتشمل جراحة معقدة. بتستخدم أسنانها القوية والدقيقة إن هي تفتح بطن القرش وتستخرج الكبد تحديداً من غير ما تضيع وقت على باقي الجسم اللي مش بيديها نفس الفايدة. وفي حالات كتير الأوركا بتسيب باقي جسم القرش عشان تستفيد بس بالكبد اللي هو الجايزة الكبيرة بالنسبة لها. طيب ليه الأوركا ما بتاكلش جسم القرش كله؟ الحقيقة إن جسم القرش مش بيحتوي على نفس القيمة الغذائية اللي موجودة في الكبد. الأوركا بتفضل إن هي تركز مجهودها على الجزء اللي بيديها أعلى كمية من الطاقة بأقل مجهود. باقي جسم القرش مكون في الغالب من عضلات وأنسجة مش غنية بنفس القدر من الدهون اللي بتحتاجها. كمان استهداف الكبد بدل أكل القرش بالكامل بيوفر للأوركا وقت وطاقة في الصيد. الأوركا بتكون في حاجة للطاقة بسرعة، وده بيخليها تركز على الأجزاء اللي بتديها القيمة الغذائية الأعلى. الفريسة الجاية ممكن تكون على بعد، والأوركا عارفة إن هي لازم تكون جاهزة بسرعة. الأوركا بتعيش وبتتحرك في مجموعات عائلية مترابطة، وده بيديها قوة في الصيد. المجموعة دي بنسميها قرنة، وبتشتغل مع بعض بشكل منسق جدا زي فرقة كوماندوس. لما بيصطادوا قرش ممكن مجموعة من الأوركا تشغل القرش وتخليه يتعب أو يهرب، في حين إن باقي الفريق بيحضر للهجوم الرئيسي على الكبد. ده غير إن عندهم قدرة رهيبة على التواصل باستخدام أصوات معقدة، وده بيساعدهم في التخطيط والتنسيق أثناء الصيد. يعني الهجوم مش مجرد صدفة أو فعل فردي، لكنه جهد جماعي متكامل بيحقق أقصى فايدة في أقل وقت. فالأوركا بتجمع ما بين القوة الجسدية والذكاء الفائق، وده بيخليها واحدة من أخطر وأذكى الكائنات البحرية على الإطلاق. القدرة على الصيد الجماعي والتناسق في الهجمات والدقة في استهداف الكبد، كل ده بيخلي الأوركا كائن بحري من الصعب التفوق عليه في معركة الحياة والموت في أعماق المحيط. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.